ممكن أعرف إيه الموقف بالنسبة لي المعادي بكرة عند الدكتور في مصر؟ أنا كلامي كان واضح. العقاب هيكون على الخروج بدون إذن. ألو. الو. ايوه يا هاني. أيوة فندم. جهز نفسك بكرة عشان ننزل مصر. حاضر يا فندم. انت كويسه؟ بقول لك جهز نفسك بدري يا سيد. حاضر. الو. متر. انا سيد ابو دوم. ايوه ابن فرحات ابو دوم. انت هتسيح لي؟ ايوه اللي انت عايز منه 10000 جنيه. بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك الفلوس بكره بس على شرط. انا عايز زياره لابويا بكره. لا ازاي ده؟ انا ما اعرفش، دي شغلتك، اتصرف يا متر. وعايز زياره باسم سيد ابو الليف ابن عمتي. يا سيدي احنا سلوى عيلتنا كده، لما ابويا بيوحشني ببعت ابن عمتي. اتدخل في داخليات العيله، ده انت خنيق. يلا سلام يا متر. انت مالك؟ يا اسامه. سعادتك مش معايا النهارده خالص. ها؟ لا ابدا معاك، انا سامعك كويس. طيب انا هتصرف ازاي في الموضوع ده سعادتك؟ ايه؟ زي المعتاد يا سليمان، زي المعتاد. انا برضو كنت هعمل كده. مين البنت دي؟ دي بنت من الاسماعيليه، لسه متعينه هنا قريب. تحب سعادتك اجيب لك ملفها؟ هعمل ايه بالملف يا سليمان؟ ادي لها خصم ولا اعمل لها مكافاه؟ ده سؤال، مجرد سؤال. اسف سعادتك. تحت امرك يا فندم. المدام بلغتك انكم مسافرين بكره الصبح ان شاء الله؟ ايوه سعادتك. انا عارف انك مفتح وشايف شغلك كويس وطريقه شغلك تعجبني، بس انا مش عايزك تنسى انت موجود هنا ليه. عشان المدام وابني. موجود عشان تحميهم وما يغيبوش عن نظرك لحظه واحده. انا تحت امر سعادتك. واذا غابوا اللي سعادتك هتأمرني بيه اعمله. تتصل بيا فورا في اللحظه اللي يجيبوا فيها عن نظرك عشان الحق اتصرف واوفر لهم الحمايه. اوامر يا باشا. شكلك فهمتني. انا تحت امر سعادتك يا فندم. تصبح على خير يا سيد. وانت من اهله يا باشا. معقولة يكون اتمنى من ناحيتي للدرجة دي؟ ما تخلينيش اندم اللي قلت لك اللي طلبه مني الباشا. لا يا سيد، أنا متشكرة لك قوي. انت ليكي دين في رقبتي وبرده لك مش اكتر. وبعدين هو بيخاف عليكم، يعني اكيد غرضه المصلحه. النداء الأخير على إطلاق رحلة رقم 154 رقم 3. اتفضل يا فندم. سيد لو عندك مشوار ولا حاجة ممكن تروح تعمله. مش الفكره والله يا فندم، بس عارفه العياده كلها اطفال وستات يعني، وانا محرج بصراحه. انا كنت هنزل بس اشرب حجرين قص وارجع على طول. قص؟ يعني ايه قص؟ قص معسل يا فندم. لا ممكن تروح وانا لما اخلص هكلمك على طول. ساعة زمن هكون عند سيادتك. اوكي اتفضل. مش محتاجه مني اي حاجه؟ لا متشكرة يا سيد. طيب متاكده؟ والله ميرسي. مع متشكرة. علي، انت فين؟ حاضر.
فرحات. قوم كلم الصول جابر يا فرحات. فرحات يا اخويا قوم، صباحتك مباركه. خير عند الصول. خير؟ مش قعدت تفلق دماغنا واسمي في الزياره وانا جيت للزياره؟ قوم يا سيدي، اهي جيت لك زياره. والله يا شاويش بجد. قومك خابط، هو انت فاكرني اهزر معاك يا مسجون؟ ايوه طيب، مين اللي طلب لي بالزياره؟ يعني هيكون رئيس الوزاره؟ اكيد حد من بقيه اهلك. ايوه يعني راجل ولا ست؟ ايوه، ضيع الوقت في الكلام واللوكلوك لحد ما وقت الزياره يجي ويخلص وانت قاعد هنا. لا حالا. شفت يا متولي؟ شفت زبده ما هونتش عليها بجد. شفتني ايه رايك فيها؟ حلو بقى؟ قمر يا ابوي خلصني، اقطع الزياره على المساجين والكل كليله. يا ترى انا كمان هيجي حد يزورني قبل ما اموت ولا هموت وانا مستني الزياره؟ ان شاء الله بتولي، ان شاء الله ما تقولش كده. ان شاء الله. اسمح منك يا رب بقى فرحة. انتوا هتقعدوا تحبوا في بعض كده لحد ميعاد الزياره ما يخلص؟ لا 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 لا, لا. جاي روح. انا جاي. يلا مع السلامه. مع السلامه يا فرحات. سيد ابني يا حبيبي. ازيك يا خالي؟ ازيك يا خالي؟ خالك ايه؟ ما الخال والد. ما احنا سلوى عيلتنا كده، انت نسيت ولا ايه؟ انا اقول لك يا خالي وانت تقول لي يا ابني. قول لي، انت جاي لوحدك ولا ايه؟ الله، هو اسامه وطارق ما بيجوش يزوروك؟ اسامه وطارق ايه؟ لا اسامه ولا طارق بيجوا لي. انا مش بتكلم عليهم، انا بتكلم على زبده. يا خال، زبده ايه وسمنه ايه بس؟ عيالك هي اللي بقيالك. سيد، عيني بترف وقلبي مقبوض. زبده عياله وانت مخبي عليا، صح يا سيد؟ صح؟ ما بتحبني، ما هو ما بيحوشهاش عني غير الشديد القوي. والله انت عايش في وهم ومسعر ناس ما تستاهلش اساسا يا خال. بقول لك ايه، المهم طمني على صحتك، عامله ايه؟ ماشي. لا يعني ايه ماشي؟ بتاخد الدواء في مواعيد ولا ايه نظامك؟ بصراحه ساعه ما جيت هنا وانا ماليش نفس لاي حاجه، عامل زي الكلب الجربان، ما حدش بيسال فيا ولا حد بيعبرني، حتى زبده. لا اله الا الله. يا عم خليك في حالك بقى وخد بالك من صحتك. ولو على اسامه وطارق الزياره الجايه هيكونوا عندك. انا سبت لك 3000 جنيه في الكانتين، اصرف بقى يا عم زي ما انت عايز. باين عليها مسقسقه معاك قوي 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 يا سيد، صح؟ ها؟ نصبايه كبيره عملتها، صح؟ حبسنا. انت مش هترتاح غير لما انام معاك في زنزانه واحده. اطمن عليك يا سيد. تطمن ايه بس يا خال؟ انت كده بتسلمني تسليم اهالي. المهم، محتاج اي فلوس تاني؟ محتاج حاجه؟ زبده يا سيد.